مرحبا بكم. اليوم باش نزوروا بلاصة مهمة برشا، أكيد برشا يتعداو من قدامها وما يعرفوش شنو هي البلاصة هذه ولا شنو تاريخها ولا شنو موجود الداخل. البلاصة هذه موجودة في القصبة بحث سبيطار عزيزة عثمانة، وهو مقام وضريح علي بن زياد وكنيته أبو الحسن، وهو إمام ومفتي وفقيه مالكي. توفى عام 799 ميلادي في تونس في مقبرة السلسلة اللي كانت تمتد كيكا من القصبة لشارع باب بنارة. هو كان تلميذ الإمام مالك بن أنس، ومن تلامذته اللي تعلموا منه وسمعوا منه هو البهلول بن راشد ابن راشد، وسحنون ابن سعيد، وأسد بن الفرات. وأهمية الإمام هذا اللي هو الإمام علي بن زياد هو اللي سمع من الإمام مالك وعنه رواء الموطأ، يعني هو أول من أدخل الموطأ إلى المغرب العربي، يعني هو ساهم في نشر المذهب المالكي في المغرب العربي. المعلم هذا كان مقر للشرطة السياحية مدة 13 سنة، وبعد استرجعته وزارة الشؤون الدينية وهيئته رمته وعودت فتحته للعموم عام 2023. في المعلم هذا تلقاو زاد معرض صور ووثائق، تنجموا تزوروه في أي وقت، يعني دخول مجاني. لهنا دورتنا توفى، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الدورة هذه وعرفتوا بلاصة جديدة. بسلامة.